الشخصيات الحلوه اللي دائما يكون موجودين. خوتي ها خويا اول حاجه كنبغيو نشكروا اللعابه ايوه المنتخب المغربي يستاهلون على هذا الشيء اللي داروا كامل، داروا الاساس الجمهور وفرح الجاليه المغربيه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكتبقى ديما مغرب. الله يعطيكم العافيه ديما مغرب ان شاء الله. السلام عليكم. سلام على الجزائر. ذكرك غدوه بكره مباركم مع اماراتكم، مع مباراتكم بكره مع ايش فيني قمت تخلط زيت وماي. بكره مباراتكم مع الامارات شلون وضعها؟ غدا الفوز 3-0. صل على النبي. ولعبوا مع خوتنا ان شاء الله المغرب في النصف النهائي. مرحبا بكم مرحبا بكم. انا بقيسها على حسب التشجيع، بيكم تسمعوني شيء المغاربه وبعدين ارجع للجزائريين. يلا مولاعين بالكره. انا بمسك المدى. مع فدان. انا ماسك المغرب. لا 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 وديما مغرب. لا 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 وديما مغرب. تعال انت لانك ما شاء الله يعني انت ما شاء الله اطول ما الله يعطيك العافيه. تسلم حبيبي. خويا مع المغرب ولا مع الجزائر؟ انا جزائري مغربي بس في الملعب شنو؟ لما بدنا نتلاقى في غدوه كي المغرب كي الجزائر نشجعوا الجزائر غدا ان شاء الله. كي راح نطيح في الفينال ان شاء الله الجزائر. اسمع ان شاء الله تشوفوا في الدومي فينال في نصف النهائي احسن مباراه بين الجزائر والمغرب ان شاء الله. واللي داز الفينال ديما مغرب. وتحيه لاخواتنا يعطيكم العافيه. مغرب الجزائر تونس. اذا مشاهدينا هذا كل ما لدي قبل ما ينقطع الارسال الكلمه عندكم وهمشي المرحله العربيه. تفضل الكلمه عندكم. اتوقع الارسال راح يقطع الحين. كرت طبعا بدر جاري. نحن اليوم موجودين في سوق واقف انا وبدر لان كميه الجماهير والعدد الكبير اللي نشوفه ما شاء الله. اليوم الجماهير المغربيه مربوحه المغرب. طبعا الجماهير المغربيه بعد فوزها على سوريا ما شاء الله فرحه مغربيه اليوم، ويقولون انهم رايحين للفينال. اكيد غيمشيوا للفينال ان شاء الله. كاس العرب هذا العام هذا 2025 المغربي ان شاء الله باذن الله. صلاه والسلام سلام عليك يا رسول الله. سيدنا محمد الله مع الجهل علي. يا سلام. اليوم المغرب انت اليوم في المغرب بدأت التحضيرات وتزيين الشوارع للاحتفال باللقب. اليوم كانت هناك تحضيرات. هذه رسالة للعرب الكل. الكاس ستطوف شوارع الرباط مرورا بحي النهضة إلى حي أقدال إلى الرياض. اللقب سيكون مغربي إن شاء الله، وكما قلت لك التحضيرات بدأت من الآن في المغرب للاحتفال حتى الحافلة تم تزيينها. هم راسمين خريطة التتويج على ما يبدو بأن خلاص قال التزيين موجود في المغرب على أساس أن تحتفلوا بهذه الكأس. وبطبيعة الحال حنا فينا واحد القضية هي أننا ما كنهضروش بزاف، وخلاها الصابيري من توجنا بكأس العالم أقل من 20 سنة كيقول لك حنا ما كنهضروش بزاف، اللي كيدوي معنا بزاف ملي كيجي التيران كناكلوه. لذلك أنا دابا كنهضر بالدارجة المغربية لأننا كنفتخر بالدارجة ديالنا. تحية. أنا عندي لك سؤال. الحين الكرة المغربية مختلف المراحل السنية ما شاء الله بسم الله، على أساس ما تقول بعدين أعطيناكم بعين ولا حاجة، لكن بصراحة هنيئا للمغرب وديما مغرب. اليوم بسمع منك أنت حاجة مغربية وتشجيع مغربي للمنتخب. لا 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 ديما مغرب. لا 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 ديما مغرب. لا 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 ديما مغرب. لا 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 ديما مغرب. ديما مغرب. هذه الأجواء الحلوة قاعدين نعيشها في سوق واقف
بصراحة الجمهور المغربي، أنت قلتي تبي تطلعي ويانا، تعالي مساك الله بالخير. اليوم المغرب كلها فرحانة ويقولون عندكم تتويج وتزيين شوارع في المغرب. ان شاء الله احنا فرحانين، ولكن فرحانين بالشعوب كاملين اللي توقفوا معنا في كأس العالم. كل شيء ساندنا، كل شيء كان تيشجع المغرب. تحية لكل العرب. وحنا كنشكروا المغاربه اللي لعبوا والمغاربه اللي حضروا هنا، وكنشكروا قطر على الاستضافه وعلى الامن والامان، وكنشكروا الملك محمد السادس. عاش الملك، عاش الملك. هذه الاجواء. لا 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 لا